صباح الخير. كتاب اليوم سلطانات منسيات للكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي. تعتبر هذه الكاتبة من أهم الأصوات النسوية في العالم العربي. كتابها سلطانات منسيات يروي قصص نساء حاكمات لم يلتفت لهن المؤرخون المسلمون. تبدأ الكاتبة بشرح وجهة نظرها في أن المرأة تمنع من أن تكون خليفة، لكن ذلك لا يمنع من أن تحكم. قد قدمت لنا في هذا الكتاب نماذج لنساء تقلدن مناصب حكم وكان لهن دور في الحياة السياسية الإسلامية، كشجرة الدر التي حكمت مصر، والسلطانة راضية بنت شمس الدين التي حكمت سلطنة دلهي سنة 1236 ميلادي، والسلطانة عائشة أميرة غرناطة وغيرهن من الحاكمات. توضح الكاتبة أسباب عدم ترشح المرأة لمنصب الخلافة في الإسلام وسبب إقصاء النساء عن الحكم، وكذلك تبين العلاقة بين المرأة والسلطة في ظل العادات والتقاليد الدينية السائدة. كتاب مهم جدا وقراءة طيبة ونهاركم زين.